السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عزيزة من قناة عالم عزيزة أم أحمد. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، ونبداو بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم الكوتليت في الفران اللي تيجي بواحد التتبيلة بواحد الطريقة غادي تعجبكم بزاف وغادي تولي معتمدا عندكم في الدار. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم. وغادي نحضر معكم كذلك الرز اللي تيجي حتى هو زوين، يعني كل حبه على اختها. تبعوا الفيديو حتى الاخير وما تنساوش اختكم ومامتكم، ما تنساوهاش من لايك والاشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم بزاف وفرجه ممتعه. انا كيف ما تلاحظوا معايا غادي ندهن المول بالزبده، وهنايا درت الكمون، درت بابريكا يعني فلفله مطحونه والملحه. هادو هما اللي عندي، يعني الملحه والكمون وفلفله مطحونه يعني بابريكا. هادو هما اللي تنديرهم، ما ديروا حتى شي يعني حتى شي تتبيله اخرى من غير هادو، يعني تيجيو بها بنان وتيجي زوين. صافي هنايا تنبدا ناخذ هذا الكوتلي تنلبسو كله بهاد العطريه هادي وتنتقبوه هكا من الوسط، يعني باش تيدخل ليه الطياب دغيا، هذا مع شويه زربانه. اما الا نتوما يعني بغيتو على اتساع راه تتنقصوا تديروا هكا في الفران وتتنقصوا وتخليوه تيطيب على خاطرو. صافي ني داكشي اللي بقى ليا تنعاود نرشو هكا من الفوق. هنا ناخذ هذا الورق الطاهي، يعني ورقه المطبخ، يعني ما بقاش ليا. غادي ناخذ واحد الصفحه هذه نديرها غير في الوسط، لحقاش مع بغيت ندير بابي الومنيوم ما غاديش نديرو منه الاكل، يعني ماشي صحي. وطبيعه الحال تنديرو في يعني البلاصه اللي تتكون يعني تتبري هي اللي تتكون من التحت. صافي هنايا الفران راه شاعله على 180 درجه، يعني راه تيكون سخون بزاف باش هكا يعني تيطيب لينا. ملي بدا تيطيب بطبيعه الحال نقصو شي شويه كما قلت لكم الا كنتو مزروبين. هنا درجة الحرارة تتكون 180. وطبيعة الحال يعني مرة تتعاودوا تقلبوا، بحال دابا قلبتو يعني تنعاود نقلبوا على الجهة الأخرى. كيف ما قلت لكم ما ردتوش بكري، داكشي علاش. صافي ني تنقلبوا كله هو ونعاود تنتقبوا هكا يعني بالموس. راه دغيا يعني كيف ما بغيتوه، يعني سوا هكا الكوتليت سوا اللحم تديروا ليها الطريقه. انا راه تنصور بيد وتنخدم بيد صافي تنعاود نغطيه مزيان وندخلو الفران. هنا تندوز للرز اللي قلت لكم. هنا عندي فلفله خضراء وفلفله حمراء. هنا عندي كاسه الرز، يعني هو اللي لقيت نقديو باش ما، ولكن راه الخير والبركه الحمد لله، يعني تعطيك واحد الكميه مزيانه. صافي هنايا كيف ما قلت لكم يعني كاس ديال الرز. كاس ديال الرز تديروا فيه 2 كيسان ديال الماء. هنا تنضيف الملحه والابزار وفلفله وبابريكا، عفوا شويه ديال البزار والزعفران وشويه الملحه. صافي هادشي اللي تندير. صافي تنخلط هذا. طبيعه الحال الرز راه تديروه في الماء قبل ما ديروه يطيب، تديروه في الماء حتى تيطلق داك النشا وداك الماء ديالو، عاد تصفيوه من بعد عاد طيبوه. هنا تنضيف واحد شويه ديال المعدنوس. تنبدا نحرك هكا. صافي غادي نردو فوق البوطه ونبدا يعني حتى يتشرب كيف ما قلت لكم كان مرقد في الماء، يعني حتى تينشف شي شويه هكا. تنبدا نتحركو هكا شويه. صافي ملي تينشف ديك الساعه تضيفوا الماء. هنا راه ضفت 2 كيسان ديال الماء. هنا تنسد عليه. هنايا راه درتي واحد شويه ديال اللبن مع ولدي ما تيبغيش ليا اللحم، راه غادي تكونوا عارفين يلي مع كنا مرة يعني بالنسبه ما تيبغيش ليا اللحم. صافي درتي لبن شويه ديال البصله
والعطريه هكا وشويه ديال القزبر صافي ودغيا طيب. هنا بعد ما طاب ليا الروز حليت عليه يعني تتلقاوه طايب صافي تتخليوه في الكوكوط يعني حتى تتبغيو تقدموه باش هكا تينشف. راه تينشف الراس ولكن راه تديروا العافيه مهيله يعني ما تشعلوش عليه تجهدوا البوطه راه يتحرق لكم طبيعه الحال مع الماء. كيف ما قلت لكم كاسه الرز بجوج كيسان ديال الماء على حسب نتوما الكميه اللي بغيتو. الا بغيتو كتير هانتوما كيف ما لاحظتوا يعني راه تيجي حبه اختها وتيجي بنين وزوين الصراحه. تيبغيو ليا ولادي داكشي باش نديرو بزاف. هنايا بعد ما طاب ليا اللحم هانتوما شفتوا راه تيولي الزبده يعني تيطيب مزيان. انا ما متحكماش لحقاش نصور كيف ما قلت لكم بيض وتن نوريكم هكا بيض باش نقرب لكم يعني الكاميرا. هنا تيجي رطاب وصراحه تيجي بنين والله العظيم. يعني ما تنبيش نحلف ولكن واحد المذاق تيجي ماما غادي تجربوه وغادي تعرفوني علاش ندوي. كيف ما قلت لكم سوى القطليط سوى اللحم يعني بالنسبه راه دغيا طيطيب. الا ما بغيتوش ديروا يعني تفوروه في الكسكاس ولا راه بهاد الطريقه هذه طيطيب من داكشي الرفيع ولا الضلعه ولا يعني الكتاف ولا اي حاجه تديروا لها الطريقه الصراحه تيجي زوين. وانتم الا بغيتو ديروا شي تتبيله شي عطريه اخرى بغيتوها حبيتوها ديروا. انا المهم انا تنفضل هكا بالخصوص الكوتليت. بالخصوص الكوتليت تنبغي فيه غير الملحه وهكاك الفلفله مطحونه والكمون صافي. بالاخص الا كانت شي كمون بلديه صراحه تيجي بنين وتيجي زوين يعني بدون ما نزيد ما نضيف ليه حتى شي اضافه اخرى. هادشي اللي تندير. نتمنى ان شاء الله تجربوا وتردوا عليا في التعاليق اللي تيحفزوني وتيشجعوني وتيخلوني نعطي اكثر فاكثر. والهلا يخطيكم عليا وتنشكر الناس اللي تيشاهدوا الفيديو اللي اول مره. ما تنسونيش من لايك والاشتراك. وتنشكر الناس اللي تتابعوني خارج الوطن وداخل الوطن. حنا الحمد لله كنا خوت وكنا مسلمين. الله يخطيكم وتنبارك الناس اللي نجحوا في الباك وفي السيزيام. وان شاء الله العقوبه ان شاء الله الناس اللي عندهم الاستدراكيه تانية غادي ينجحوا ان شاء الله بحول الله. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي اليوم يعجبكم وشكرا لكم بزاف بزاف. والى فيديو اخر جديد ان شاء الله. ما سخطش بكم ودمتم في رعاية الله وحفظه. ومع السلامة الى فيديو جديد. مودعين في يد الله وشكرا لكم بزاف وعواشركم بروكا باش ما تمنيتو كاملين.